لا يا شيخة، ده بعد الواحد بيشوفه ويسمعه دلوقتي بيتهيألي الأوبشن ده خلاص ما بقاش في منه خالص. والله على رأيك، ده دلوقتي تخافي تشتكي ولا حتى تحسي انك تعبانة وتتوجعي احسن تبقي نكدية ولا حاجة. ده كمان يا ريت على كده وبس، لا ده يتعامل معاكي مشكلة علشان يبقى فيه مبرر انه ما يسألش فيكي. هو انا بأكد لكم وعن تجربة شخصية كمان ان طول ما احنا عايشين زي ما هنقابل الوحش واللي ما بيتعاشرش، هنقابل برضو اللي عشرته ما تتعوضش ولا بكنوز الدنيا كلها. دي كانت مناقشة ما بيني وما اصحابي عن الرجالة ومواقفهم مع الستات بعد ما سمعنا حكاية اكتر راجل ندل شفته في حياتي. وقبل ما احكي لكم حكايته كانت ايه وحكايتي انا كمان ايه، بدعوكم الاول تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في قنواتنا حكاوي الدنيا وحكاوي الدنيا 2 وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا دايما كل جديد من فيديوهاتنا. ده لو انت معانا على اليوتيوب، ولو كنت معانا على الفيسبوك لايك وشير لو حبيتوا الفيديو. وبينا نبدأ حكايتنا. أنا صافي متجوزة من 10 سنين وعندي ولد اسمه يزن، هو كل حياتي. ويزن ده بقى السبب اني اتعرفت على سلمى وندى امهات اصحابه، وبقينا صحاب جدا بقالنا 2 تقريبا. وفي يوم كنت عازماهم عندي في البيت، وقبل ما يوصلوا كنت قاعدة بتفرج على التلفزيون وبقلب ولقيت البرنامج اللي انا بحبه، سمعت حكاية فيه ضايقتني قوي قوي زي ما هتشوفوا كده. انا هحكي لكم الموضوع. مالك يا صافي؟ من ساعة ما شفتك وانتي مسهمة وسرحانة بالشكل ده، هو انتي يا بنتي في حاجة مضايقاكي ولا ايه؟ لا ابدا يا سلمى، انا كويسة والحمد لله، بس انا لسه حالا كنت بتفرج على البرنامج اللي انا كنت مكلماكي عليه واتحكى فيه كلام يوجع القلب بجد. ايوه البرنامج اللي اسمه اللي في القلب، صح؟ ده اللي انت كنت حكيالي عنه. ايوه يا ندى، هو ده. هو انت شفتيه ولا ايه؟ لا ما شفتهوش، بنسى ميعاده دايما. بس قوليلي بقى ايه اللي حصل وخلاكي مسهمه قوي كده؟ كانت الحلقه بتتكلم عن اثر الناس اللي احنا بنحبهم في حياتنا وازاي ممكن نساعدهم. ولقيت راجل اتصل بالبرنامج ده وقال له كلام، اسمع. الو، السلام عليكم، انا احمد صديق البرنامج. اهلا بيكي يا احمد. اهلا بيكي، انا متجوز من 3 سنين. هو عندكم اولاد؟ لا لسه ربنا ما قرطش، بس اهو ادينا بنحاول. الحقيقه انا بتصل بيكم النهارده لان انا بعد 3 سنين جواز اول مره احس بحيره كبيره قوي كده ومش عارف اتصرف ازاي. ده علشان مشكله الحمل يعني يا استاذ احمد؟ بس حضرتك لسه كنت بتقول دلوقتي بمنتهى الرضا انكم لسه بتحاولوا. الصراحه يعني علشان اكون واضح، تاخير الحمل ده مني انا، وانا اللي باخد العلاج، بس الحمد لله يعني في تحسن الى حد ما. وبصراحه اكتر عمري ما حسيت ان الموضوع ده مسبب مشكله لينا. يعني مراتي راضيه ومبسوطه جدا معايا، تقريبا الموضوع مش في دماغها. طيب تمام، ست اصيله والله ومحترمه انها قادره توصل لك الاحساس ده. ان شاء الله ربنا يرزقكم قريب يا استاذ احمد. امال ايه المشكله؟ المشكله ان من حوالي 5 شهور مراتي عملت حادثه جامده قوي، تقدروا تقولوا كده اتكتب لها عمر جديد. يا ساتر يا رب، الحمد لله على سلامتها. بس مش فاهمه ايه المشكله يعني، اتفضل كمل. ها وبعدين يا صافي قال لها ايه؟ طلعت ايه المشكله يعني اللي عنده في الاخر؟ هي الحادثه دي مثلا اثرت على شكل مراته؟ لا يا سلمى، يا عيني حالتها بقت وحشه قوي. اصل البيبي يقول انه بيغير لها زي الاطفال، وبدأ يقرف منها قوي لدرجة انه ما بقاش قادر انه يعني يعيش معاها حياة المتزوجين دول بعد اللي بقى يشوفه. يا عيني يا حبيبتي. طيب هي ملهاش حد خالص يراعيها معاه؟ امها، اختها؟ طالما يعني الاصل عنده معافية حبتين بالشكل ده وبدأ انه ما يتحملهاش في ازمتها كده. ما هي للأسف بقى وحيدة ويتيمة كمان. ده حتى ما عملش حساب انها استحملته 3 سنين وهو بيتعالج وحارمة نفسها من انها تكون ام، ومش محسساه ان في مشكلة اساسا. وهو يعني بسلامته مش فاهم ان حاجة زي دي هي جاية جدا على نفسها فيها سنين طويلة.
ومدارية عنه وجعها. امال ايه، هي حرمانها من انها تكون ده عادي كده وبالسهل عليها؟ كل ده عشان تقدر مشاعره، وهو مع اول موقف ليهم يتصرف كده؟ وبعدين يعني بغض النظر عن ندالته دي، ما هو ممكن يجيب لها ممرضة. ايوه، ده بقى نفس الكلام اللي قالته له المذيعة. وقال لها قال ايه؟ خايف احسن تسرقه ولا حاجة. تحسيه زي ما يكون بيدي لنفسه مبرر علشان يتخلى عنها ويسيبها في ازمتها. ياه، قد ايه الدنيا فعلا مش مضمونة. يعني بعد ما صبرت معاه السنين دي هو مش قادر يتحملها لحد ما تخف. ايوه يا سلمى، فعلا الواحدة ملهاش الا صحتها. هما الرجالة كده ملهمش امان. فكرني بواحدة جارتنا كانت رايحة تعمل عملية، ومش سهل ابدا، دي استئصال رحم. وقتها بقى جوزها قال لها هو انت غاوية منظرة؟ مش مستاهلة اودي واجيب. هو تصوروا مرضاش يوديها ولا حتى يجيبها بعد العملية. قال لها كده عادي بكل بساطة، هاطلبي اوبر. يا ساتر يا رب، ودي كملت حياتها معاه ازاي دي بعد الندالة دي كلها؟ لا، ما هي بعدها بقى جت وقالت لي انها بعد ما كانت بتتمنى له بس الرضا يرضى، وكان اهم حاجة عندها. الموقف ده خلاها تغير نظرتها فيه خالص وفي الحياة كلها معاه. بتقولي انها اتعلمت تحب نفسها قبل اي حد تاني، وعلشان كده خلعته على طول. والله شاطرة، برافو عليها، يلا بالشفا. فعلا الزمن اللي بقينا فيه ده بيخوف قوي. هي على الناس زمان. تصوروا عمي من 12 سنة مراته يا عيني يا حبيبتي تعبت جدا لدرجة ان جالها شلل. عاوزة اقول لكم بقى ان كان هو اللي بينظف ويشرب ويأكل ويحمي بدون كلل ولا ملل، ورفض حتى الجواز من واحدة تانية. رفض قاطع تماما، وبقى يقول كده للناس دي عشرتي ودنيتي. وفضل على ده الحال لحد ما ولاده كبروا واتجوزوا، ولحد النهاردة بيرفض أي حد يساعد مراته غيره. الصراحة هو نعم الرجالة، رجالة الزمن الجميل. ايه يا صافي، هو انتي مش معانا ولا ايه؟ رحتي مننا فين يا بنتي؟ أبدا، بس كلامكم خلاني أرجع بالزمن شوية لورا، يعني لأيام جوازي. كنت لسه متعرفتش عليكم. بس عارفة يا سلمى، العيب مش في الزمن، لأن كل وقت بيبقى فيه الندل والجدع. وزي ما كان في زمان رجالة أصيلة، لسه برضو في بينا رجالة ما تتعوضش. لا، بعد اللي الواحد بيشوفه ويسمعه دلوقتي بيتهيألي الأوبشن ده خلاص ما بقاش في منه خالص. والله يا صافي، سلمى عندها حق. على رأيك يا بنتي، دلوقتي تخافي تشتكي ولا حتى تتوجعي أو تحسي بتعب أحسن تبقي نكدية. ويا ريت كده وبس، ده يعمل معاكي مشكلة علشان يلاقي مبرر إنه ما يسألش فيكي. وأنا بقى بأكد لكم عن تجربة شخصية كمان، إن طول ما احنا عايشين زي ما هنقابل الوحش اللي ما بيتعاشرش، هنقابل برضو اللي عشرته ما تتعوضش بكنوز الدنيا كلها. تقصدي ايه يا صافي؟ مالك؟ وليه عينك دمعت كده وانت بتتكلمي؟ عارفين، من 10 سنين وانا حامل في يزن، كنت من اول يوم لو بس اتحركت اي حركة بسيطة جدا كنت وقتها اتعب قوي، ومش تعب عادي، تعب يضيع الحمل كله. وقتها بقى فارس جوزي قال لي اسمعي بقى يا صوفي، انت هتفضلي نايمة هنا مرتاحة، واللي تحتاجيه كله اطلبيه مني وهتلاقيه، بس ارجوكي حافظي على نفسك، انت اهم حاجة عندي. ازاي بس يا فارس؟ ومين اللي هيعمل طلبات البيت وطلباتك؟ هو انا كده خلاص هبقى مش قادرة اتحرك ولا عارفة اخد بالي من بيتي ومنك؟ يا ستي هو كان حد اشتكالك؟ هي بس فترة مؤقتة لحد ما تقومي بالسلامة. انت وولي العهد اللي جاي ده انا يا ستي موجود، واعتبريني عكازك لحد ما تشدي حيلك. وفعلا كان يغسل وينظف البيت ويهتم بحماية وبكل حاجة، كل كبيرة وصغيرة. ومش كده وبس، ده بيرفض أي مساعدة رغم وجود مامتي وأختي ربنا يخليهم ليا، وحتى مامته هو كانت بتحبني جدا، بس برضه اللي في دماغه في دماغه، لدرجة إن مامته كانت تقوله هي فارس يا ابني، صافي بنتي زي ما انت ابني، ما فيهاش أي حاجة يعني لما شيلها شوية. والله يا أم فارس عمالة تحايل عليه أخدها عندي، أو حتى بلاش نخدمها وهي في مكانها هنا في بيتها،
وهبقى انا واختها معاها ونشوف كل طلباتها، وهو يريح شوية بقى. بس مفيش فايدة، مش راضي ابدا. يوه يا فارس، طب وماله يا ابني، احنا برضو ستات وهنريحها اكتر، وانت برضو تتفرغ لشغلك وترتاح شوية يا حبيبي. وهو كان حد قال لكم يا جماعة ان انا تعبان؟ لا طبعا، انا اولى واحد يشيل ويخدم مراته. دي مش اي حد، دي شريكتي، وزي ما شلتها في تعبها متأكد انها هتشيلني باقي حياتها كلها. ربنا يبارك لك يا ابني. طيب على الاقل خلينا نبدل شوية معاك، ولا نعمل لكم اي حاجة كده يا فارس؟ احنا الحمد لله مش محتاجين اي حاجة، بس اللي عايز يساعد يعني شوية يشوف هي نفسها تاكل ايه ويعمله لها، لانها ما بتحبش اكل بره خالص، وانا بصراحة بعك الاكل قوي، يعني اهو على قد كده. وفعلا بقى فارس جوزي هو اللي قايم بكل طلباتي، ولا كأني بنته اللي بيراعيها وياخد باله منها، لدرجة ان احنا واحنا نازلين للدكتور كان هو اللي بيلبسني الشوز بنفسه. تصوروا. مش معقولة، انتي بتتكلمي جد يا صافي ولا بتطمنينا بس ان في امل لسه في الحياة؟ لا والله انا بتكلم بجد. ده كمان كان بيتصل بالكوافير بتاعي ويخليه يبعت لي بنوتة علشان تعمل لي مانيكير وبديكير، وكمان تعمل لي شعري علشان نفسيتي ما تتعبش. اهو كان بيحاول يغير المود بتاعي. ياه، طول ال9 شهور بيعمل كده يا صافي؟ ده تلاقيكي اول ما ولدتي طلع عليكي القديم والجديد، خصوصا بقى مع زن البيبي. ما انت عارفاهم اول ما بيتولدوا طلبات ما بتخلص. لا برضه، ده انا اول ما شديت حيلي وبدأت اتحرك كده واسترد صحتي شوية لقيته بيقول لي لا لا لا، ده احنا بقينا عالي العالة اهو. الحمد لله يا حبيبتي، الحمد لله على سلامتك، ده احنا رجعنا احسن من الاول كمان، وكمان حلوينا. الحمد لله يا حبيبي، والله البركة فيك، ربنا يخليك ليا. اهو استاذ يزن بقى بياخد حقك وترك مني تالت ومتلت، هو مقضيها سهر وزن كل ليلة. عارف يا حبيبتي عارف، علشان كده عاوزك تفصلي منه شوية وتسيبيني انا اتفاهم مع الولد الشقي ده اللي تعب مامته معاه، وتروحي بقى كده تغيري جو شوية. لا 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 طبعا، ازاي؟ ما ينفعش اسيبهولك، ده يطلع عينك يا فارس. وماله يا ستي، براحته. وبعدين ما انا باباه زي ما انت مامته، يعني لازم اشيل عنك شوية، خليه بقى يحل عنك انت حبة. هو انا موافق استلم النبطشية بدالك ويطلع عيني شوية علشان خاطرك. هو انا عندي يعني كام صوفي، ولا عندي مين اغلى منك ومنه؟ ايوه يا فارس، بس انا لا اصل ولا فصل ولا تبسبسيلي. انزلي يا حبيبتي غيري جو، افصلي شوية. كتر خيرك، ده انت بقالك شهور محبوسة، طول فترة الحمل دي ما تحركتيش. انا بقالي فترة عايزك تخرجي وتشمي هوا، بس بصراحة انا كنت مستني اقبض المكافأة عشان اديكي فلوس وتدلعي بيها نفسك كده شوية. كمان يا فارس، انا مش عارفة اقولك ايه يا حبيبي، ربنا يخليك ليا. طب خلاص خليها يوم تاني لحد ما اتفق مع اختي على يوم ونخرج سوا. اختك يا ستي مستنياكي قدام السينما، ممكن بقى تطفي على الاكل وتدخلي تجهزي. وما تنسيش الفلوس وتذاكر السينما هتلاقيهم جوه على الكيمود، واعملي حسابك بقى الاسبوع الجاي خروجتك هتكون معايا انا. ماليش دعوة. وفضل يضحك ويهزر معايا. هو خدمني 9 شهور وعشت معاه بعدها سنين بيراعي ربنا فيا وبيراعي ابنه كمان زي ما انا ما براعيه، ومن حبي فيه كنت حاطاه جوه عيوني لحد ما اتوفى من 2 سنين، راح مني في عز شبابه حبيبي. الله يرحمه يا صافي، الله يرحمه يا حبيبتي. اهو اللي زي المرحوم جوزك ده بيبقى خفيف في الدنيا، ما بيطولش فيها، لكن اللي من عينة الراجل اللي اتصل بالبرنامج ده هما اللي مثبتين، عايشين بس ياخدوا ذنوب ويطلعوا عينينا. بس يا ندى انت كمان، الاعمار بيد الله. فعلا يا صافي، فارس جوزك الله يرحمه ما يتعوضش. الصراحة هو عمل لي كل حاجة حلوة افتكره بيها، لكن اللي زي اللي سمعته النهاردة في البرنامج ده انا مش عارفة ايه اللي ممكن يكون عمله لمراته، وشال ذكرى عدلة معاها علشان يجي يوم من الايام وتحس باللي انا حاساه من ناحية جوزي، ووجع قلبي على كل ذكرياتنا الحلوة. اللي زي جوزك ده يا حبيبتي
الله يرحمه، يتحزن عليه العمر كله. انا دلوقتي بس فهمت انت ليه بترفضي الجواز من بعده رغم انك لسه في عز شبابك. اتجوز ازاي بس يا سلمى، وافوت على نفسي فرصة اني اكون مراته من تاني في الجنة لما نتقابل عند ربنا؟ اتجوز ازاي وهو لسه عايش جوايا؟ تعرفوا، انا كل يوم بقعد قصاد صورته اصبح عليه واقول له اني جهزت الفطار وهفطر النهارده كذا وكذا، وقبل الغدا اقول له ها شور عليا بقى، تحب اطبخ ايه النهارده؟ انا باخد رايه لسه لحد النهارده في كل كبيره وصغيره في حياتي، وتقولوا لي اتجوز؟ هو دي حقيقه كتير قوي غافل عنها. الذكريات واعمالنا هي اللي بتدوم من بعدنا، ويا اما تعيشنا في قلوب حبايبنا حتى بعد ما نفارق حياتنا، يا اما بقى بنكتب بيها شهاده وفاتنا واحنا لسه على وش الدنيا كمان. زي ما بيقولوا كده، ما اجمل من ان تكون الغائب الحاضر على ان تكون الحاضر الغائب. بايدك تختار حياه ابديه في قلوب حبايبك، وتكون ذكرى جميله يعيشوا عليها من بعدك، بدل ما تكون كابوس بيتمنوا ان هم يخلصوا منه ويفوقوا بقى ويعيشوا حياتهم من بعده. طب ليه يا جماعه وعلى ايه؟ ما نعيش كده حياتنا خفاف خفاف على الناس اللي حوالينا.